أكلة بقى من بواقي الفراخ أو بواقي التلاجة عامة ومنجزة جدا. معايا هنا باقي صدر فرخة متقطع وطماطماية وفلفل ألوان وزيتون وبسطرمة وأي بواقي تلاجة وكوباية زبادي ومعلقة بيكنج باودر وثلاث ورقات رقاق طري ونص كوباية زبدة على زيت. وبنحط الزبادي على الزبدة والبيكنج باودر وبنقلبهم كويس وبندهن الصينية زيت وبنحط الطبقتين ما بين كل طبقة وطبقة الخليط بتاع الزبادي اللي احنا عملناه. وبعد كده بنحط الحشوة وعليها موتزاريلا او رومي وبنقفلها بنفس الطريقة وبنزود عليها كوباية لبن وبندخلها فرن سخن جدا. واول ما بتحمر من تحت بنقلبها على الوش التاني وبعد كده بنطلعها من الفرن ونقطعها وبناكلها. بس كده، شوفوا سهلة قد ايه وجميلة وطعمها حلو جدا ومن بواقي التلاجة. ملحوظة، ممكن نبدل الرقاق الطري